السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض محشي ورق العنب. أول حاجة أنا بعملها بقطع بصلتين كبار زي ما احنا مش شايفين كده، مكعبات صغيرة. هضيف على البصلتين دول معلقة كبيرة من الملح ونص معلقة من الفلفل الأسود، وهدعكم بيها كويس بالطريقة دي لغاية ما أحس إن البصلة المية بتاعتها نزلت معايا. هنا أنا ضفت البصل على حوالي كيلو الا ربع من الرز المصري، متنقي ومغسول كويس جدا وصفيته. اهم حاجه يا جماعه نتاكد ان هو متصفي من كل الميه اللي فيه. واضيف عليه البصله وهضيف عليه عصير الطماطم. انا هنا هستخدم صلصه انا مفرزاها عندي، طلعتها وهحطها عليه. لو انتي هتستخدمي طماطم فريش ممكن تستخدمي شفشف مليان من الطماطم. انا هنا اضيف عليه الصلصه واقلبه كويس. هنا يا جماعه ضفت على الرز والبصل الصلصه بتاعتي وقلبتهم كويس جدا، وهسيب خليط البصل والرز والصلصه هسيبه شويه على بال نقطع الخضره بتاعتي، على اساس ان الرز ياخد من طعم البصل والصلصه ويتشربهم كويس. هسيبهم على جنب وهقطع الخضرة بتاعتي. هنا يا جماعة بعد ما قطعت الخضرة بتاعتي هبدأ أضيفها على الخليط بتاعي. الخضرة بتاعتي عبارة عن ربطة كبيرة من الكزبرة الخضراء، ربطة من البقدونس، بس أنا ما حطيتش هنا، أسفة، ربطة من الشبت، هنا ما حطيتش بقدونس. والعيدان بتاعتها أنا ما رميتهاش، احتفظت بيها لأنها هستخدمها، هقول لكم ازاي دلوقتي. وده عندي مكعب من المرق اللي انا عملته، اقطعه واحطه برضو على الخليط بتاعي واقلبه كويس جدا. هنا يا جماعه ضفت التوابل بتاعتي، وهي عباره عن ربع معلقه من الكمون، ربع معلقه من النعناع، ربع معلقه من الشطه، ربع معلقه من بهارات مشكله، وعندي حطيت نص معلقه من بهارات محشي عاملاها انا في البيت ومخصصاها للمحاشي بس. وحطيت عندي فصين من الثوم المفروم، وهضيف عندي حوالي ربع كوبايه من الزيت، لان المحشي بيحب الماده الدهنيه الكتيره والتوابل والخضره والبصل. هضيف عندي الزيت، هضيفه على كل المكونات دي. وحطيت كمان يا جماعه ربع معلقه من الكزبره الناشفه. هضيف الزيت على التوابل دي وهقلبها كويس جدا. هنا يا جماعة بعد ما قلبت الخليط بتاعي كويس جدا، هنا انا ظبطت الملح، لقيت الخليط محتاج ملح، ظبطت الملح بتاعي. طبعا الملح ده على حسب رغبتك انت، ممكن كمان نزود الشطة، لكن لو في اطفال بلاش. بعد ما قلبت الخليط بتاعي ده كويس جدا هسيبه حوالي ربع او نص ساعة عشان المكونات كلها تندمج مع بعضها. هنا ضفت عندي معلقة صغيرة من صوص الفلفل الحار على اساس يديني لذعة جميلة في محشي ورق العنب. هنا يا جماعة فضيت الحلة بتاعتي من الخليط بتاع المحشي في صينية، وهبدأ استخدم نفس الحلة اللي عملت فيها الخليط على اساس ان انا اقلل من المواعين على قد ما اقدر. حطيت فيها حبة من الزيت، وهنا فرشت العيدان بتاعتي بتاع الكزبرة والشبت، بدل ما ارميها فرشتها في الحلة من تحت كحماية للمحشي، وفي نفس الوقت بتديني ريحة حلوة جدا. وهبدأ دلوقتي احشي ورق العنب معاكم. ده يا جماعة شكل الورقة بتاعتي، في ناحية خشنة ناحية خشنة اهي وناحية ناعمة. انا لما اجي احشي بحشي على الناحية الخشنة، بحط كده الورقة وافردها عندي في الطبق كويس. هبدأ اخد معلقة من الخليط واحطها في نص الورقة زي ما احنا شايفين كده، وهبدأ الف الناحية دي الاول واخد الناحية دي احطها كده
بنفس الطريقة بتاعتي اهي، وهلف هم كده اهو. وده صباع المحشي بتاعي زي ما احنا شفنا بنفس الطريقة اللي انا لفيت بيها كده. انا هلف نفس كل الكمية عندي وهنشوف هنعمل ايه. وده شكل المحشي يا جماعة بعد ما لفيته كله. فاضل عندي شوية حشو، فخرجت شوية كرنب كان في الفريزر كملت بيهم عشان استفاد من الخلطة بتاعتي بتاع المحشي بدل ما نرميها هنا. احطه على النار، اول ما يبدأ يسخن معايا اكون مجهزة مقدار من الشوربة وحاطة فيها مكعب من المرق، وهزود الشوربة عندي والشوربة تكون سخنة. هزودها عندي لغاية ما الشوربة تغطي المحشي، وبعد كده اول ما يبدأ يغلي احط تحتيه الشياطة وهوطي لتحت وهسيبه لغاية ما يستوي. وده شكل المحشي بتاعي اول ما بدأ يغلي عندي. اول ما بدأ يغلي زي ما احنا شايفين كده هوطي عليه لتحت وهغطيه واسيبه لما يطيب براحته. وده شكل طبق المحشي يا جماعة بعد ما استوى. ريحته جميلة جدا وطعمه اجمل، وان شاء الله ينول اعجابكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.